سلام البنات، روحوا اليوم نحضروا مع بعض مرقة فول ولا جواز فول. تبعوا معايا طريقة التحضير. في طنجرة حطيت 3 مغارف كبار زيت، حطيت 3 ريسان بصلة تاع شالوت قطعتها، راه وقتها استغلوها. جبت الفول تاعي غسلته ونقيته، حطيته في طنجرة، حطيت عليه طرف دجاج تبلته، رشة كزبر، رشة فلفل الاحمر الحلو والحار، رشة فلفل الكحل. نقلي الفول تاعي مليح مع الدجاج على نار قليلة بهذه الطريقة حتى يتشرب لي توابل. زدت عليه رشة كركم وزدت عليه رشة صغيرة تاع ملح. بعدها نجيب حبيبات بطاطا نقطعهم براج بهذه الطريقة، نستفهم فوق الفول وعلى الدجاج. البنات الملح كي تملحوا ما تملحوش بزاف. هنا البنات انا جبت حبة كبيرة تاع الطماطم، حب من الاحسن خيروا الحمراء، رحيتها مع سنينات ثوم، زدت لها مغرفة صغيرة تاع طماطم مصبرة ورشة صغيرة تاع فلفل الكحل ورشه صغيره تاع ملح. بعدها نجيب الطماطم صوص طوماط تاعي نستفها، نصبها فوق البطاطا والدجاج. البنات هذا هو السر اللي يخلي الفول تاعكم ولا مرقه فول تاعكم ولا مرقه لوبيا تجيكم حمراء ومجمره. نزيد عليها قرن فلفل حار. البنات انا مرقت غير بكاس ماء، نقفل الطنجره تاعي ونخليها طيب وتتجمر. الخضره ما تمرقوهاش بزاف، هي في طبيعتها راهي فيها الماء باش تجيكم بنينه ومجمره. شوفوا البنات الفول كيفاش جاي هبل، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. جربوه البنات، استغلوا الفول راهو وقته. شهيتكم في الجنة إن شاء الله البنات. سلام.